9 صباحا بتوقيت جرينتش. كده السوق الاسترالي قفل وفاتح دلوقتي بورصة طوكيو وفاتحة بورصة شنغهاي وبورصة لندن لسه فاتحة من ساعة. الأربع أسواق دول المستثمرين فيهم تعاملوا بالسلب مع أسعار الذهب. قلت امبارح زيارة ترامب هتهدي الأوضاع شوية، وده اللي حصل. إن في استراليا وفي اليابان وفي شنغهاي ودي في إنجلترا الذهب نازل من 412 نزل لغاية 4025 وارتد من عندها وشغال دلوقتي عند 4030 4035. من شويه حد كتب لي كومنت سليم جدا، قال لي طب وبالنسبه للفدرالي؟ برد عليه وبوضح لكم ان اسواق المال بتفضل تتطور كل ساعه. يعني احنا النهارده خلينا عايشين على يوم الاثنين وعايشين على الزخم السلبي للذهب نتيجه زياره ترامب. لما نوصل ليوم الاربع الفدرالي ده هيبقى موضوع تاني. فانت دايما تبقى فاهم ان اسواق المال دي كل ساعه عماله تتغير وفقا للمستجدات الراهنه. ما تجيش بقى تقول لي كمان يومين الفدرالي هيخفض الفايده، طب ايه وضع الذهب؟ خلينا عايشين يوم بيومه. على مدار اليوم هحدث اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي اللي بدوره هيأثر على التحليل الفني.